ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ جينا لأهم خطوة ودايما مصدعك بيها، وهي انك تبراكتس. في الفيديو ده هشرح لك الويب سايت اللي تقدر تبراكتس عليها، إيه الويب سايت اللي هتساعدك في حاجة زي كده، إيه الويب سايت اللي تقدر تجيب من عليها بروجكت وتشتغل عليها لوحدك على البي سي او على اللاب لو انت عندك التولز نفسها موجودة في البي سي او اللاب. ايه الويب سايت اللي تقدر تشتغل عليها برضه اونلاين. ده كله هقدر اشرحه لك في الفيديو ده. تابع معايا الفيديو للاخر عشان تقدر فعلا تبراكتس صح، او تقدر ان انت تطور من نفسك في السكيلز والنولج اللي عندك. دلوقتي هنبدأ في شرح المواقع اللي بتقدر تبراكتس عليها. زي ما قلنا ان احنا مش بنشرح جزء ان انت تعمل ازاي يعني ايميل على الويب سايت او كده، بندخل في الموضوع على طول. هي اول حاجة ده جزء التراكات والكورسز اللي موجودة على داتا كامب. داتا كامب زي ما قلنا هو من افضل المواقع اللي موجود عليها كورسات، وفي نفس الوقت بتقدر تبراكتس عليها. تحت كل كورس بعد جزء التعليم، يعني بعد ما بتتعلم تقدر تبراكتس على الجزء اللي انت اتعلمته. بمختلف اللغات، بيكون في لغات كتير زي ما انت شايف، السيكوال والبايثون والسبريد شيت. دي الحاجات او دي التولز، اللغات اللي انت المفروض تتعلمها عشان تقدر تكون داتا اناليست. تمام. في كورسات كتير وفي حاجات كتير. دي حاجات للسيكوال، وفي حاجات للبايثون، وفي حاجات للسبريد شيت زي ما قلنا، وفي حاجات الار برضو بتكون يعني حاجة statistics اكتر. ده جزء البروجكت. ده برضه اللي بيميز داتا كامب، ان بيكون في جزء بروجكت. لو انت عاوز تقدر تبراكتس على بروجكت كامل، تقدر تنزل بروجكت على البي سي، وتقدر ان انت تدخل وتقدر ان انت تعمله. في جزء رابع وهو الكومبيتيشنز. الكومبيتيشن دي بتكون مسابقات. المسابقات دي بتكون على بروجكت بيقول لك ايه الغرض من البروجكت وكده، وانت تقدر تطبق عليه تولز كذا مثلا، وانت تقدر تعمل ايه عليه، يعني تقدر تعمل عليه داتا اناليسيس ازاي. بيكون في كومبيتيشنز بفلوس، وبيكون في يعني لما بتفوز بالمسابقة او تقدر انت تعمل بروجكت وتطلع نتائج، تقدر تاخد فلوس من الموقع. في حاجات زي كده كتير زي ما انت شايف. تاني موقع معانا وهو هاكر رانك. هاكر رانك برضه من المواقع اللي انا بفضلها لجزء البراكتس. بيكون في برضه لغات كتير. اللغات اللي احنا بنهتم بيها كداتا اناليست هي السيكوال والبايثون. تمام. برضو في حاجات للداتا ستراكشر والماثيماتكس. الماثيماتكس دي برضو بيكون جزء احنا عاوزينه، بس بيكون جزء في الاول خالص. بس اكتر حاجة بنقدر نركز عليها هي السيكوال والبايثون. دي بيكون اهم حاجة بالنسبة لنا. تمام. زي ما انت شايف برضو بيكون في جزء للداتابيز والداتا ستراكشر. لو دخلنا مثلا على السيكوال بيجيب لك بقى المراحل بتاعت، او دي كلها بروبلمز انت المفروض تحلها. بتحلها بالسيكوال. بيكون انت خلاص بقى انت في جزء الليرنينج كويس، اتعلمت كويس، فبتدخل تحل على طول. بتدخل تشوف ايه الحاجات اللي تقدر تحلها. زي ما انت شايف ان انا بقدر افلتر، ان انا مثلا بجيب الحاجات الايزي الاول، يعني الحاجات السهله، واقدر ابراكتس عليها. تمام. لو انا تمام وقدرت احلها بعلى بالليفل للميديوم وهكذا. تمام. ده جزء برضو بيميز هاكر رانك، ان انت بتقدر تفلتر الحاجات اللي انت تقدر تبراكتس عليها. زي ما انت شايف كده ان احنا نبدا بالسهل الاول. تالت موقع معانا هو ليت كود. ليت كود انا ما اشتغلتش عليه كتير، بس كذا حد رشحولي يعني. ليت كود كويس جدا برضه في حتة البراكتس والبروبلمز اللي موجودة. زي ما انت شايف بيكون فيه داتا ستراكشر والجوريزم، وبيكون فيه سيكوال وبايثون برضه في ليت كود برضه بيميز ان بيكون فيه اسئلة انترفيوهات قبل كده للشركات الكبيرة زي جوجل وفيسبوك والكلام ده كله. دي كلها حاجات بتقدر تبراكتس عليها في ليت كود. تمام. زي ما انت شايف كده ان احنا مثلا بندخل على الداتابيز. دي حاجات بتكون موجودة. تمام. دي مواقع من المواقع السهلة، يعني تقدر تتعامل عليها عشان تقدر تبراكتس. بيكون في ده الماس لو في حاجات في الرياضة مثلا عايز تحلها، او تقدر تبراكتس على الرياضة، لان الرياضة برضو من جزء بتاع بيختص بيها الداتا اناليسيس. الداتا اناليسيس لانه بيتعامل مع ارقام وكده، فدي بتكون حاجة كويسة يعني. دي زي ما قلت لك الانترفيوهات اللي بتقدر تشتغل عليها. في حاجات بتكون لوك وفي حاجات بتكون اوبن. تقدر ان انت تشوف الانترفيوهات بتمشي ازاي في مايكروسوفت وجوجل وامازون. دي برضو بتكون حاجات كويسة ليك انت. تمام. من المواقع يعني اللي تكون من المواقع كويسة في جزء البراكتس. ده غير كمان ان هو بيساعدك في حتة برضو زي ما قلت لك الانترفيوهات. تمام. اخر حاجة معانا وهي كاجل. كاجل ده بيكون جزء هو مش براكتس اكتر من ان انت بتقدر تدخل عليه وتجيب البروجكت اللي موجودة في داتابيس كبيرة جدا للبروجكت. وبيكون في جزء برضه للكورسات لو انت عاوز تتعلم، بس يفضل يعني تجيب من عليه البروجكت بس. لان زي ما قلنا مش عاوزين نكبر في حوار التعليم، لان التعليم كتير. الويب سايت اللي تقدر تتعلم عليها كتير زي ما شرحنا في الفيديو اللي قبليه. تمام. خلينا في جزء البراكتس بس. زي ما قلت لك دي كلها داتابيز تقدر ان انت تحملها، وتقدر ان انت تشتغل عليها. تمام. تشتغل عليها على البي سي بتاعك او على اللاب.
دي كلها داتابيز بمختلف بقى المجالات. لو انت مهتم بمجال الاوتوميشنز ومهتم بمجال الانفستنج، دي كلها بيكون حاجات كويسة. برضو بيميز كاجل الكومبيتيشنز زي ما موجود على داتا كامب، بيكون في مسابقات للي بينزلوا داتابيز وبيقول لك انا عاوز من الداتابيز دي مثلا حاجه معينه، او عاوزك تحللها وتقدر تحصل لي على نتائج معينه عشان اقدر ان انا استخدمها. تمام. لو انت وصلت للنتائج دي بيكون في كومبيتيشنز بفلوس، بتقدر يعني في ناس كتير بتقدر تدخل البروجكت دي، بتقدر تتحصل على فلوس يعني. ده بيكون جزء كويس ليك انت. تمام. انت كده بتعرف ايه محتويات الداتا دي، زي ما انت شايف كده، زي ما انا بعمل بالظبط، بتشوف ايه محتويات الداتا، ايه الحاجات اللي هو مطلوبة منك في الداتا دي او تقدر تستخدمها. هنا برضو بتشوف المناقشات اللي حصلت قبل كده على نفس الداتا، الناس توصلوا لإيه، واللي انت المراكز برضو، هنا المراكز من اللي قدر يحل البروبلم دي ومركزه قد ايه. تمام. بيكون في كذا حد بيقدر يخش كذا كومبيتيشنز مع بعض وبيقدر يوصل لمركز كويس. هنا جزء الكود في كاجل برضو بيكون في حد اشتغل على كود قبل كده، فدي بتساعدك برضو مع الوقت. تمام كده. دي كده شرحنا كل الويب سايت. دي الويب سايت تقدر تتعلم عليها. تمام. بعد ما خلصنا كل الويب سايت اللي انا عارفها او اللي انا اتعلمت عليها وقدرت ان انا براكتس عليها، دلوقتي جه دورك انك تبدا في حته البراكتس. اعرف ان البراكتس هو اللي هيعليك، واعرف ان البراكتس هو اللي هيطورك اكتر من انك تتعلم دايما. التعليم بيجي عند مرحله كده ويقف، انت لازم ان انت تقدر تدرب نفسك وتشتغل على مشاريع اكتر عشان تقدر تعلم البورتفوليو بتاعك، وتقدر ان انت تقدم على وظيفه تكون مناسبه ليك. البراكتس هو اللي هيعليك، دي اهم حاجه. في الفيديو شرحنا ازاي تدخل على داتا كامب، وداتا كامب من افضل الويب سايت اللي هتقدر تساعدك في مجال البراكتس. هاكر رانك، ليت كود، كاجل عشان تقدر تجيب من عليه البروجكت. دي المواقع اللي انا اعرفها، اكيد في مواقع تانية كتير. لو عارف اي موقع تاني يقدر يساعد حد من اصحابك او كده، يا ريت تسيبوه في الكومنتات عشان يقدر يساعد غيرك. بالتوفيق للكل ان شاء الله، وربنا يوفقكم كلكم.